السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بألف خير ومبروك عواشركم والله يدخل علينا هذا رمضان إن شاء الله بالصحة والهنا والرزق يا ربي لجميع المسلمين. هذا النهار جايبين حبيباتي بسيطلات صغار كيجيو مقرمشين والبنة ديالهم لا توصف. تابعوا معايا المقادير وغادي تعجبكم الوصفة، انا متأكدة. اول حاجة غادي نحتاجوها البنات الطحين المقياس اللي بغيتي نتيا على حسب افراد الاسرة ديالك. كديري شوية ملحة وشوية خمارة حمراء، كديري 2 معالق ديال الزيت العادية باش كتزيدي لها ديك القرمشة البسيطلات ديالك. المهم وكنديروا الماء عادي غير من الصنبور كنعجنوه من بعد ما كنجمعوا الطحين ديالنا كنعطيوه واحد الدلكه وكنخليوه يرتاح شويه. من بعد كنمروا الحشوه ديالنا، كنديروا البصله وكنزيدوا لها واحد الراس ديال الثومه يكون محكوك ولا مقطع صغيور. وملي كطيح البصله كطيح غير شويه كنزيدوا لها الفلفله الخضراء والحمراء. نتوما اللي موجود عندكم في الدار، موجود الخضراء ديروا غير الخضراء، موجود غير الحمراء ديروا غير الحمراء، ما موجوداش كاع عوضوها بخيزو والقرعه، راه تا هما كيجيو بنان. المهم البنات مع التحرك كنحركو شويه وكنخليوه عاود شويه يهبط. من بعد ما كيتقلى البصله والفلفله ديالنا كنزيدو لهم صدر ديال الدجاج وفي كاسرونه كنديروا الماء كنخليوه يطيب باش نديرو فيه الشعريه الصينيه ديالنا. وها هي الحشوه ديالنا تقلات مزيان، كنزيدو لها دابا معلقه صغيره ديال الخرقوم، كنزيدو ليها معلقه صغيره ديال السكنجبير، كندير واحد نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج ومعلقه صغيره ديال الملحه، كنديروا نص معلقه ديال الابزار وشويه ديال التحميره كي قلت لكم. الملحه غير معلقه صغيره، وبغيتو ديروا غير شويه د الملحه وتزيدوا بنه كنور كتزيديها. ها هي الحشوه ديالنا نخلطوها مزيان مع التوابل حتى كتندمج التوابل مع البصله. وهو الماء غلا كنطفيو عليه وكنحطو فيه الشعريه ديالنا واحد 10 دقائق. وها هي الحشوه واجده. كيجيو هاد البسيطلات البنات مقرمشين وبنان، والله البنات غير جربوهم على حسابي. كنزيدو في الاخر شويه قزبر ومعدنوس مخلطين مع واحد النص ديال ليمونه مصيره كتقطعيها صغار كتخلطيها معاهم، كتزيدي لهم شويه ديال الزيتون خضر مقطع، كنمروا للشعريه الصينيه ديالنا كنديروها كتصفى. ملي كتصفى كنبداو كنقطعوها وكنخلطوها مع الحشوه ديالنا اللي ها هي موجوده، وكنمروا كنجيبوا العجين ديالنا اللي كنا عجنا خليناه يرتاح كنبداو نكوروه بحال هكا. البنات كتكوروه في الاول غير كتكوروه يعني حتى كتكوروه كامل كتحطوه عاد كتشوفي القياس اللي ديري، يعني شحال من وحده غادي تخرج لك.
كما كتشوفوها البنات هاني كورتو وخرج لي 9 ديال الكويرات، وفي الزلافه كندير الزبده باش نطلقها فيهم. وهي من بعد ما ارتاحوا خليتهم ارتاحوا ها هما كنبدا نخدمهم يعني بالطريقه العاديه ديال المسمن باش كيجيو مقرمشين البنات. هذه هي الطريقه، انك ماشي كديري على وحده، يعني كتلوي بحال الطريقه ديال المسمن بحال هكا، يعني عاد كتخدمي به كديري هكا نفس يعني الجميع العجين، يعني 9 الكويرات ها هما. كنبدا من الاولانيه اللي درت حيت كتكون مطلوقه وكتعاونك حتى في الخدمه. ها هي كنبدا نطلقها بحال هكا حتى كترجع رقيقه. كنجيب زليفه خاويه باش كنحط فيها داك، كنجيبهم كاع بسيطلات بحال بحال. وها هي الحشوه ديالنا من بعد ما بردت باش ما تقطع لناش العجينه. ها حنا كنديروا العجينه ديالنا في الزليفه، كنديروا الحشوه كنعمروها بالحشوه، كنبداو نجمعوا دوك الطريفات باش ما تجيناش معجنه من التحت. كنت باغيه ندير لها واحد الديكور، ساعه صدق داك الديكور كيجي مع ورقه البسطيله، يعني الورقه ديال البسطيله كتكون رقيقه بزاف. كنعاود الثانيه معكم باش تشوفوا الطريقه. كنرققها مزيان حتى كتولي رقيقه كيف العاده. كنديرها بالزليفه، كنعمر الحشوه ديالي وكنسد عليها وكنقطع دوك الجنيبات باش ما تجينيش العجينه غليظه من التحت. وها هما بسيطلات ديالي، وكندير نفس الطريقه مع جميع العجين. وها هو كما كتشوفوا كملت العجينه ديالي، وهاني غادي ندهنهم بشويه ديال الصوجا والتحميره والزيت باش كيحماروا كيعطيو اللون ذهبي. وكنكونوا سخنا شعلنا على الفران باش يسخن، باش كنحطوا فيه البسطيله ديالنا. ومن بعد ملي كيطيبوا ها هما كيجيو مقرمشين البنات. شو العجين كي كيجي، شتو البنات؟ والله تعجبكم البنات، حسن من الورقه د البسطيله عاد. كتجي زينه بزاف والله. جربوها البنات. ما لقيت كي ندير نعبر لكم انهم بنان. وبصحتكم وراحتكم، ودعموني البنات بلايكاتكم وكومنتيراتكم، وشكرا بزاف. ورمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحيحة والهنا يا ربي، وشكرا.